فتعدد الزوجات له فوائد عظيمة، ومن ذلك أنه يعالج مشكلة تستشري في المجتمعات، وهي مشكلة العنوسة ومشكلة زيادة أعداد النساء، فالنساء تزداد بكثرة والرجال يقلون، وهذا معروف، هذا لا يمكن إنكاره ولا إخفاؤه. فالرجال قد يذهب كثير منهم في الاقتتال وفي الجهاد وفي غير ذلك من المواطن، والنساء في البيوت يبقين على ما هن عليه. زد على ذلك أنك قد ترى الرجل يأتيه أولاد فيكون معه 2 من الأولاد و4 أو 5 أو 6 أو 7 بنات، بل قد يأتيه بنات ولا يأتيه أولاد. هؤلاء كلهن لا شك أنه سيحصل تضاعف في العدد، فيكون أعداد النساء أضعاف أعداد الرجال. زد على ذلك أن الشاب أحيانا قد يكون غير مهيئ للزواج، ما عنده إمكانية للزواج فيعزف عن الزواج، ما يريد أن يتزوج، يبقى على ما هو عليه. فهذا يجعل تلك النساء تعنس في بيوت آبائهن وأمهاتهن. فكان من حكمة الله سبحانه وتعالى أن شرع تعدد للزوج، فيتزوج 2 و3 و4، وهذا يرفع الله سبحانه وتعالى به كثيرا من المشاكل التي تحصل بسبب العنوسة. العنوسة يا إخوة وهي بقاء المرأة بلا زواج مع تقدم سنها، يقود إلى مفاسد عظيمة لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. فالمرأة بحاجة لزوج، هي بحاجة لطعام وشراب تأكل في بيت أبيها وأمها، تريد أن تزوج، تريد زوجا يحن عليها ويأوي إليها ويسكن إليها، يلاطفها ويلاعبها ويسامرها ويضاحكها ويبادلها الكلمات الطيبات. مرأة تحتاج إلى هذا، ما هو مجرد خلاص هي مرتاحة في بيت أبيها وأمها تأكل وتشرب وتلبس، هذا ما تريدها المرأة. تريد كسرة يابسة مع زوج، ولو كانت الثانية ولو كانت الثالثة ولو كانت الرابعة. بعض النساء تقول لك رابعة ولا أبقى في بيت أبي وأمي. بعضهن تهان، ترى نفسها في هوان، تأتي زوجة أخ تتسلط عليها، تموت أمها، تأتي زوجة أب تتسلط عليها، وهدد. هذا معروف حاصل، حتى إن بعض النساء تتمنى الموت، خلاص ما في زواج، موت، تريد أن تموت بسبب أنها ترى نفسها في ضيق، في شدة ما يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا تزوجت المرأة وقد كبر سنها ينبغي أن تعرف قدر هذه النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليها. هي نعمة أن يمن الله سبحانه وتعالى على المرأة بزوج بعد أن كبر سنها وعنست في بيت أبيها وأمها، ثم من الله سبحانه وتعالى عليها فتزوجت. نعمة عظيمة لا يعلم قدرها إلا الله. ينبغي أن تعرف هذه المرأة قدر هذه النعمة وتشكر ربها سبحانه وتعالى على ذلك وتوفي زوجها حقه ولا تكفر هذه النعمة. ولهذا جاء من حديث أسماء بنت يزيد كما عند أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على نساء فقال: يا معشر النساء إياكن وكفران المنعمين. قلنا: وما كفران المنعمين يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لعل إحداكن تطول أيمتها في بيت أبيها وأمها فتعنس فيرزقها الله سبحانه وتعالى بزوج ويرزقها منه بمال وولد فتغضب الغضبة فتقول: ما رأيت منه خيرا قط. انظر الآن على كفران لهذه النعمة. يذكرهن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا: يا معشر النساء إياكن وكفران المنعمين. ثم بين ذلك فقال: لعل إحداكن تطول أيمتها، أي تبقى بلا زواج في بيت أبيها وأمها بلا زواج فتعنس تكبر في السن. والآن الشباب عندهم طلبات يا إخوة، الشباب عندهم طلبات، يقول لك: لا أنا أريد سن كذا، ما أريد أتعدى كذا، ما أريد فوق كذا، ما يريد. فهذه تعنس خلاص، ترى أن الشباب لم يعودوا يرغبون فيها، فيمن الله سبحانه وتعالى عليها بزوج، سواء كانت الثانية أو الثالثة أو الرابعة، يمن الله سبحانه وتعالى عليها بزوج. هذه منة من الله. ولهذا لا ينبغي للبنت أن تتحجر فترفض الزواج من رجل ولو كان معددا، ما دام ترى أنها قد كبر سنها وقد يطول أمدها في بيت أبيها وأمها، لعلها تعاقب على رد من جاءها وهي ترتضي دينه وخلقه فتبقى كما هي في بيت أبيها وأمها. لماذا؟ لأن تقدم الرجل للزواج بامرأة نعمة من الله، فإذا كان ذا خلق وذا دين فلا ينبغي أن ترده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد عريض. فتنة وفساد كبير بسبب رده. وما جاء في الحديث أنه كان شابا، ما كان متزوجا ولا كان معددا. هذا فقه خاطئ صار عند كثير من الناس. فالمرأة إذا تقدم إليها من ترى أنه على خير تتزوج. أنا والله أتعجب من بعض النساء، يتقدم لها رجل مثلا متزوج ب2 أو ب1 فتفكر تقول: ها وسيأتي يومي بعد يومين وسيأتي
يومي بعد 3. طيب ما سيأتي يومك أصلا وأنت في بيت أهلك؟ ما سيأتي يومك أصلا إذا بقيت بلا زوج، أنت بلا يوم، فأيها أحسن؟ المرأة تقارن وتقدم. ينبغي على الناس أن يكونوا عقلاء في ذلك، تنظر هذا خير من لا شيء. يقولون يعني في المثل شيء خير من لا شيء، عصفور في اليد ولا 10 فوق الشجرة. أجلس تأمل وسيأتي 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 وخلاص راح أمرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا أمر مهم مما يفيد الناس فردا ومجتمعا. هذا يعود الآن على الفرد والمجتمع بالخير أو لا؟ نقصان العنوسة؟ الجواب نعم. على الفرد أن هذا يعف نفسه وتلك تعف نفسها، وذاك يصون دينه وتلك تصون دينها، والأبوان يصونان عرضهما وأولئك يصونون عرضهما، والمجتمع تقل فيه الفواحش. ما تكثر الفواحش في مجتمع إلا بسبب كثرة النساء وقلة أزواجهن. تكثر المرأة، تحتاج إلى أشياء فتلجأ إلى الحرام والعياذ بالله، تلجأ إلى الحرام بسبب فقدان الزوج. الزوجة هي إخوة غير الزوج. الآن الزوج تقدم في السن، لو يبلغ 100 في اليوم الذي يريد يتزوج يبحث من هنا ومن هنا ومن هنا، يسر لها الله سبحانه وتعالى. لكن المرأة غير. هل تستطيع المرأة أن تبحث تقول ابحثوا لي عن زوج؟ أين هذا لو قيل في مكان لقالوا هذه قليلة حياة، هذه إيش هذا؟ ابحثوا لها عن زوج، لا تكاد تجد هذا. فلهذا لابد من فهم هذه الأمور.